السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المتابعين في كل مكان، وطيب الله أوقاتكم أينما كنتم. المونديال كلنا سمعنا ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي حول قطر والمونديال. لكأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر، وكلنا نعلم أن قطر أنفقت مليارات الدولارات على إنشاء الملاعب والنهضة المعمارية، ولكنها سوف تعوض هذه الخسارة في فترة مباراة كأس العالم التي لا تتجاوز شهرا واحدا. وكلنا نعلم تاريخ قطر كيف كانت وكيف صارت، ولكنها نهضت نهضتها الاقتصادية في فترة زمنية وجيزة. العلم والعزيمة والإصرار. وفي إشاعات قالوا فيها أنه تم منع اليمنيين من دخول قطر لمشاهدة مباراة كأس العالم. أولا اليمنيين في ظل هذه الظروف وكل واحد بيشتغل بقوت يومه، كودو خارج يومه بيومه، عدو عايز يشاهد المباراة في قطر. المواطن اليمني حان ببطنه وضجمته، لا قدو عاملي بطنه وضجمته سبر يومه، ما عاد يفكر في شيء. وحتى إذا صح منع اليمنيين من دخول قطر، الأمر عادي عند الشعب اليمني، سوف يشاهد المباراة على شاشة التلفاز أو على مواقع التواصل عبر البث المباشر. وإذا لزم الأمر يدخلوا تهريب، لا تهمهم اليمنيين. بس قد ملاطف حميد كفى ووفى على الشعب اليمني بأكمله، قد رقصهم لنا الشوارع من قبل حوالي شهر، ولا عاد خلى شارع. وصاحب من اليمني صاحب يافع الذي أتحدى جوجل أجاب على الأسئلة أسرع من جوجل، ولكن شكلهم صرع عين، والعين حق. الله يشفيه ويعافيه. أنت جاهز؟ الأول سؤالي، هل تعلم قصة هذه الصورة؟ هي أعنف مباراة في تاريخ بطولة كأس العالم. متى كانت؟ بين من ومن؟ وكم كان عدد البطاقات؟ وما كان اسم الحكم؟ يلا. البطاقات كانت 20 كرت، 4 كروت حمراء و16 صفراء، وكان الحكم ايفانوف من روسيا، بين هولندا والبرتغال. بين هولندا والبرتغال. نيذرلاندس عند البرتغال. جميل. طيب انطرد 2 4 طرد و16 كرت اصفر. 16 كرت اصفر و4 بطاقات حمراء. اي سنة؟ في عام 2006. يا لطيف. اوه راحت البطاقة. كمال طماح بيصور ملان شوارع الدوحة، ولا عاد خلاه شارع ما عاد صور فيه. هي السلام عليكم أصحابنا، قضي حاجتكم وأنا أفدى لكم، وندخل في الموضوع دوري. أين إحنا اليوم؟ إحنا اليوم في الدوحة في قطر، حاضنة الجميع، مستضيفة أكبر حدث عالمي. أمورك طيبة، أمورك قانونية، حجزت تذكرتك، اشتريت تذكرتك، حجزت فندقك، ما فيش أي إشكال ولا في أي عرقلة. قضي حاجتكم وأنا أفدى لكم. محدثكم كمال طماح من الدوحة، في أمان الله. والذي نفسهم يحضروا كأس العالم في قطر ومعاهم قرشين، أتمنى أنهم يتفقدوا أهلهم وجيرانهم وأقاربهم، إذا أحد محتاج ولا شيء يسلفه، يفرج كربته، نفرج كربة أخوه المسلم، فرج الله عليه كربة مكرب يوم القيامة. يشاهد المباراة في الشاشة ويكسب الأجر، لأن أوضاع الناس صعبة هذه الأيام، قدي برد وجوع ومخافة. الله يستر، الله يستر على جميع المسلمين. واثنين أخوة يمنيين قطعوا نحو 2000 كيلومتر اهتماما منهم بفعالية كأس العالم على دراجاتهم الهوائية. الأخوين اليمنيين عمار فهد العنسي وعمر فهد العنسي بدأوا رحلتهم من صنعاء إلى مارب ثم إلى السعودية. أول رحلة من تاريخ 10/10/2022. عيش كلف الله عليهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهؤلاء كلفوا أنفسهم فوق طاقتها أكثر من وسعها. الله يخارجهم. يا أخبارك؟ وين رايحين حبيبي؟ الدوحة. ها؟ ما شاء الله. من فين جايين؟ من صنعاء. ما شاء الله تبارك الله. الآن ما حد درى عنكم على الإعلان ولا؟ الإعلام اليمني شغال. إيه من اليمن يعني.
ما شاء الله. كم يوم لكم؟ وصلنا من تاريخ 10/10 من 10/10. اسم الكريم؟ عمار فهد العنسي وشقيقه عمرو. ما شاء الله والنعم والنعم. الله يحفظكم. تبون شيء حاجة ناقصكم شيء؟ الله يستر عليكم إن شاء الله. في النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ونسعد بالاشتراك.